السلام عليكم بنات، كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وصحة جيدة. اليوم غادي نعدلو حلوة لسان الطير، كتجي رائعة. تبعوا من المقادير. عندي هنا 4 ماكوط ديال الدقيق الابيض، بمقام كيلو دقيق، بالشكل ده. هضيف عليهم 2 صفار بيض ورشة ملح، وهضيف عليهم 2 معلقة سكر. هنا مدوبة 4 معالق زبدة، هصبهم بالطريقة دي، وهضيف نص كيس من خميرة الحلويات بيكنج باودر، وهضيف هنا 2 معلقة من الشمر مطحونين ناعم، وعندي نصف كوباية من مية الزهر. هي دي مية الزهر زي ما انتوا شايفين، بتتباع عند العطار. هعجن الكيلو دقيق ده، هياخد معايا كوباية ونص مية، وعلى حسب الدقيق. المهم العجينة تكون متماسكة كده وماسكة نفسها شوية. هاخد العجينة بعد ما ارتاحت، سبتها ارتاحت 10 دقايق، هقسمها كور بالحجم ده صغيرة زي ما انتوا شايفين. هقسم العجينة كلها بالشكل ده. هغطيها ترتاح شوية ونرجع عشان نشتغل بيها. انا هنا حطيت الطاسة عندي تسخن، واخدت كل كورة هبتدي افرد بيها بالشكل ده. هفردها رفيع خالص. طبعا انا حاطة جنبي نشا زي ما انتوا شايفين، بفردها بالنشا كده، برش شوية نشا عشان ما تلزقش على سطح العمل. سمكها لازم يكون رفيع خالص زي ما انتوا شايفين. انتوا شايفين سطح العمل من العجينة، يعني بتبين اللي تحتها، لازم اسويها كويس. شايفين سمكها؟ النار لازم تكون هادية خالص. احط العجينة يدوب تنشف، ما تستويش، يدوب تنشف، واقلبها على الناحية التانية وشيلها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هي يدوب العجينة تتشمع وتمسك نفسها، اقوم شايلاها ومغطياها جنبي بفوطة نظيفة. هستمر وهكمل كل الكمية العجين اللي عندي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هي يدوب العجينة تمسك نفسها، واحطها كده في طبق واغطيها. مش لازم تتساب للهواء عشان ما تتشافش وتتكسر منك. وزي ما انتوا شايفين خلصت العجينة كلها بالشكل ده. شايفين؟ لازم تفضل مستغطية بالفوطة النضيفة جنبكم عشان العجينة ما تنشفش. جبت هنا شوية دقيق وخلطتهم بمية ومعاهم فرشة. هجيب حتتين من العجين اللي عملناهم، شبه العيش يعني، حتتين، وهنلفهم على بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهدهن بشوية الدقيق والمية اللي خلطتهم عشان العجينة ما تتفكش من مع بعض. هدهن من تحت وهلفها بالشكل ده. هحط كل 2 مع بعض، الفهم والزقهم بالعجينة اللي عندي، المية ولا الدقيق اللي عملتهم بالشكل ده، الفهم واحطهم لغاية ما اخلص كل العيش اللي عندي. احط العجينة تحت
او العجينة والف عليها التانية بالشكل ده. هستمر لغاية ما اخلص كل الكمية اللي عندي. الطريقة باينة كويس، مش محتاجة شرح. يلا نخلص كل اللي عندنا ونرجع معاكم. بعد ما خلصتهم كلهم بالشكل ده، هجيب قطاعة وسكينة وهبتدي اقطع العجينة بالشكل ده بزاوية مايلة. شايفين؟ سهلة جدا. لازم السكينة تكون مسنونة كويس عشان تقطع لك العجينة. بيطلع بالشكل ده. هقطع كل العجينة اللي عندي او العيش اللي عندي، واشيل البواقي اللي بتفضل من الاطراف. شايفين؟ هستمر وهقطع كل العجينة اللي عندي ونرجع مع بعض. بعد ما خلصنا تقطيع العجينة اللي عندنا بالشكل ده، نقطعها كلها متساوية بسمك واحد. عندي مقلاية زيت هنا، حطيت فيها زيت، يعني ازازة زيت عشان الزيت يكون غزير. وهبتدي احط فيه الحلوى اللي عندي، اشيل بالواحدة والواحدة واعدلها، احطها بالشكل ده على نار هادية عشان العجينة عندنا ما تتحرقش. زي ما انتوا شايفين، هملأ الطاسة اللي عندي كلها. زي ما قلت لكم الزيت يكون غزير عشان تتقلى وتنفش كده تبقى جميلة. وانا بحط العجين اقلب بالشكل ده، هسيبها تاخد لون ذهبي بس، وهبتدي اطلع فيها. ما نسيبش لونها يغمق جامد، هي بمجرد ما تاخد لون ذهبي وهننزلها. زي ما انتوا شايفين تاخد لون ذهبي، نقلبها، واللي تستوي عندي اشيلها. جبت هنا جنبي بولة العسل. طريقة العسل انا عاملاها في القناة، نزلتها، هتنزلوا تحت الفيديو ده هتلاقوا طريقة عمل العسل المنزلي بالسكر، هايل جدا. هبتدي اشيل من الطاسة وهي سخنة كده، اصفيها من الزيت واحطها في البولة بتاعة العسل بالشكل ده. شايفين؟ اخدت يدوب تاخد لون الذهبي بالشكل ده. وابتدي اخد معلقة واغمر الحلوى عندي بالعسل بالشكل ده لغاية ما تتشرب العسل. نتك عليها شوية بالراحة عشان ما تتكسرش مننا. حطيت تاني زي ما انتوا شايفين شكلها بيبقى ازاي في المقلاية، والتانية هنبتدي نشيلها دلوقتي من العسل بالشكل ده، واحطها في مصفى عشان تصفي العسل الزايد اللي فيها. طبعا المصفى نحطها في بولة عشان العسل اللي ينزل ما يضيعش، نرجع نرجعه في البولة هنا عشان نكمل به بقية الحلوى اللي عندنا. شايفين؟ بالطريقة دي بنحطها في المصفى تصفي كل زوايد العسل اللي عندنا، وفي نفس الوقت انا المقلاية حاطه فيها ملياها تاني عشان تتقلى.
هكمل بالطريقة دي لغاية ما اخلص كل العجينة اللي عندي. بعد ما حطيتها خلصتها كلها، سبتها في مصفى تنزل العسل اللي فيها. بعد كده رصيتها في طبق، كل رصة ارش عليها شوية سمسم متحمص. شايفين؟ دي كانت طريقتها، بتطلع هشة وجميلة ومقرمشة في نفس الوقت كده، طعمها جميل جدا جدا جدا. اتمنى تجربوها واتمنى الوصفة تعجبكم لانها هايلة بصراحة. ممكن تحتفظي بيها في علبة وما تحطيهاش في التلاجة طبعا لانها هتجمد مع العسل اللي فيها. تحطيها برا التلاجة بتفضل معاكي شهر بحاله. اتمنى تجربوا الوصفة وتعجبكم. ما تنسونيش من اللايك لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك لو اول مرة تزوروا قناتي، واشوفكم في وصفة جديدة باذن الله. مع السلامة.